لو انت بتتابع اعلام وصحافة وسياسة وتاريخ، زي النهاردة ميلاد الإذاعية والإعلامية القديرة التي اختالتها يد العدو في سيناء. زي النهاردة 1 يناير عام 1933 ميلاد الإعلامية سلوى حجازي. سلوى حجازي إعلامية مصرية جمعت بين الثقافة والجمال والبساطة والتلقائية، فتمكنت من قلوب الجميع، لا سمى قلوب الأطفال تلك السيدة الرقيقة، وقام العدو بتصفيتها ضمن آخرين. ولدت سلوى حجازي في يوم 1 يناير من عام 1933، وهي من مواليد بورسعيد، وظلت تتنقل بين المحافظات المصرية بسبب عمل والدها في السلك القضائي. درست إعلام في مدرسة اليس الفرنسية، وكانت من أوائل الخريجين. تزوجت سلوى حجازي من القاضي محمود شريف رئيس المحكمة بمكتب المدعي العام الاشتراكي، وأنجبت منه منة ورضوى ومحمد وإسراء وهاني. قامت الإعلامية الراحلة بتقديم العديد من البرامج الرائعة، لا سيما برامج الأطفال مثل عصافير الجنة الذي نال شهرة واسعة. وقدمت بعدها سلوى حجازي عملها في الإذاعة الرياضية، ثم انتقلت للعمل كمذيعة للتحدث باللغة الفرنسية. تميزت الإعلامية سلوى حجازي في الأدب، فكرمتها أكاديمية الشعر الفرنسي. وفي عام 1973 يوم 1 فبراير تحديدا تم وفاة الإعلامية سلوى حجازي بيد الاغتيال، وذلك أثناء عودتها من بعثة من تلفزيون العرب من ليبيا إلى مطار القاهرة من خلال مطار بنغازي. رحم الله الإعلامية الراحلة سلوى حجازي في يوم ذكرى ميلادها. لو لسه فاكر الإعلامية سلوى حجازي والتي كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية فور وفاتها باعتبارها من شهداء الوطن، ادعي لها بالرحمة في ذكرى ميلادها. رحم الله الإعلامية القديرة سلوى حجازي.